عملت النهاردة كيكة النسكافيه لكل اللي بيحب النسكافيه. كيكة سهلة وبسيطة وهشة وطعمها حكاية. قبل ما نبدأ الوصفة كده نصلي على الرسول ونشوف عملنا ايه مع بعض. نزلت هنا بحوالي 1.5 كوباية من اللبن المغلي، ولازم يكون مغلي. بنزل ب1.5 كوباية من اللبن المغلي في بولة كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بكون محضرة نص كوباية من السكر. نص كوباية عايزين تكتروا، بس انا بقول لكم نص كوباية كده تبقى مظبوطة بالظبط على الكيكة. نص كوباية من السكر، بدوبهم كويس طبعا في قلب اللبن المغلي. طبعا هيدوب بسرعة عشان اللبن بتاعنا مغلي، ففي ثواني هيدوب معاكم. بقلب كده زي ما انتوا شايفين. الكيكة دي مفيش اسهل منها، يعني هي كلها كده بتخلص في قلب البولة بالمضرب، وبنقلب وبتطلع معاكم احلى كيكة. نزلت هنا بديل النسكافيه المصري معلقة كبيرة، معلقة ونص كبيرة من اللبن من النسكافيه، بديل النسكافيه المصري. بقلبه كويس في قلب المقادير كده مع بعض. طبعا اهم حاجة بقلب المقادير، اي مكون بنزل بيه بتأكد ان هو داب كده كويس في قلب الوصفة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. طبعا اللبن سخن بيسهل عليا اي مقدار انا بنزل بيه. تمام، بصوا كده خلاص. بنزل هنا ببيضتين، ممكن في الوصفة دي تستخدموا بيضة واحدة. انا كان عندي البيض بس كان عندي صغير فانا عملت 2. لو عندكم ممكن وصفة ببيضاية واحدة بس الوصفة تبقى تمام، مفيش مشكلة خالص. ونزلت بمعلقة من الخل زي ما انتوا شايفين. يعني اللي موجود عندكم بيضة او بيضتين المتوفر هتنزلوا بيه، ممكن تمشي ببيضة واحدة برضو مفيش مشكلة. بقلب البيض كويس كده في قلب المكونات زي ما انتوا شايفين كده. بتأكد ان هو داب كويس. بفضل اقلب لمدة 2-3 كده. بعد كده بنزل عليهم بنص كوباية من الزيت. نص كوباية من الزيت. بفضل اقلب برضو كده لغاية ما اتأكد المكونات كده تمام مع بعض. بكون محضرة 2 كوباية من الدقيق المصري بتاعنا العادي. 2 كوباية من الدقيق متعدد الاستخدامات، وطبعا بنخلهم. اهم حاجة ان نخل الدقيق بيفرق طبعا في الكيكة. نزلت بأول كوباية نخلتها، وبعد كده بجيب الكوباية التانية زي ما انتوا شايفين كده. بتأكد ان هو كده تمام. بعد كده بنزل بكيس من الكيك شيف، رشة من الملح، وطبعا الفانيليا انا كنت ناسيها على فكرة، كنت المفروض احطها في اول الفيديو نسيتها، حطيتها دلوقتي. نزلت بكيس فانيليا زي ما انتوا شايفين كده. وباخد المكونات دي كده كلها مع بعض وبقلبها كويس. واحدة واحدة كده بروح مقلبها مع بعض. عايزه اقول لكم الكيكه دي من اطعم الكيكات اللي ممكن تجربوها مع كوبايه شاي كده. واحلى حاجه فيها ان هي سهله، ولا خلاط ولا مضرب كهرباء، كله كده على طول. ما بتاخدش دقايق بالظبط معاكم. بنفضل نقلب كده لغايه ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. بصوا هو القوام ده المظبوط. بتاكد ان مفيش اي تكتلات. جبت عندي اي قالب متوفر عندكم، مش شرط ده طبعا. دهنته نقطه زيت، وبعد كده بدرته بالدقيق، ونزلت بالكيكه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. كنت محضره الفرن على درجه حراره 200. هي بتاخدش يعني بالظبط تلت ساعه او نص ساعه ل5 دقايق بالظبط في الفرن، ما بتاخدش وقت كتير خالص في الفرن. وبنزل بالكيكه بتاعتي بحطها في الفرن. بصوا هنا كده بالظبط كانت خدت نص ساعه ل5 دقايق. بصوا شكلها عامل ازاي. بطلعها طبعا من الفرن واسيبها تبرد خالص قبل ما احضر الصوص اللي هحطه عليها. اهم خطوه دلوقتي بعد ما الكيكه تطلع بنسيبها تبرد شويه كده على جنب. بحضر بقى الصوص اللي هحطه عليها. جبت هنا كوبايه عندي من اللبن.
بنزل بمعلقة من السكر، معلقة ونص كده من السكر. ده نسكافيه كان واقع على السكر، يعني كوباية لبن نزلت معلقة ونص من السكر، معلقة من الدقيق، وبنزل معلقة من النشا، يبقى كوباية من اللبن، معلقة ونص من السكر، معلقة من الدقيق، معلقة من النشا. بنزل بحوالي معلقة كده اهو برضو من النسكافيه بديل النسكافيه. بقلب كويس، طبعا بقلبهم قبل ما ارفعهم من على النار، بقلبهم كويس واتاكد ان مفيش اي تكتلات. مهمه برضو الخطوه دي قوي، بتاكد كده ان مفيش اي تكتلات معايا. وبعد ما اتاكد وافك كده تمام الخليط، اروح اما ارفعه على النار. ما بياخدش بالظبط دقايق على النار. اول ما يتقل وهو سخن كده بنزل بيه على الكيكه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. عايزين تخففوا القوام ممكن تزودوه حبه لبن، هيبقى اخف من كده. بس انا لقيت الصوص كده يعني تقيل شويه وعجبني بالشكل ده. عايزين تخففوه يبقى اخف من كده تمام. بس عايز اقول لكم هو كان طعمه حكايه. بننزل بيه سخن على الكيكه، بننزل بيه سخن على الكيكه زي ما انتم شايفين كده. بغلفه كويس زي ما انتم شايفين كده، بغلف الكيكه بتاعتي كويس. عايز اقول لكم الصوص ده طعمه حكايه. هيبصوا هينقل الكيكه كده في حته تانية، كانكم بتاكلوا حاجه كده ايه يعني مميزه، مش اي كيكه وخلاص. يعني جربوها كده وقولوا لي رايكم ايه. بصوا بغلف كده الكيكه بتاعتي، اتاكد ان انا تمام كده غلفتها من كل ناحيه. تمام كده. بصوا انا كده بقطعها. عايزه اقول لكم طعمها كان حكايه. بص شكل الكيكه من جوه عامله ازاي، هشه وجميله، والصوص من جوه تقيل حكايه. من احلى الكيكات اللي ممكن تجربوها بالطريقه دي، سهله وبسيطه وسريعه، ومقاديرها موجوده في كل بيت. طبعا كان في خطوه انا نسيتها حطيتها في الاخر خالص، رشه نسكافيه كده على وش الكيكه كده من فوق، بيديها كده شكل حلو. دي افتكرتها في الاخر خالص، حطيتها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا مقطعتها، الكيكه تحفه تحفه ومميزه. اتمنى تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناه.